السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد نزال قوي بيجمع ما بين ملاكم مغربي ضد ملاكم تايلاندي في مباراة قوية ومباراة شرسة. والملاكم المغربي اللي معانا النهاردة قاهر التايلانديين. قاهر التايلانديين ده ما بيعرفش يا مرحمين يا جماعة على الحلبة. يوسف بوغانم أسطورة من أساطير المغرب في رياضة الكيك بوكس الموتاي المشهور شهرة عالمية على مستوى العالم في جميع الاتحادات طبعا العالمية يا جماعة، وأهمها طبعا الاتحادات في تايلاندا. بأسلوب الموتاي دايما بيقابل وبيواجه التايلانديين، ودايما يوسف بوغانم مشهور شهرة عالمية هناك يا جماعة، والكل هناك بيعمل له ألف حساب وحساب، وعارفين خطورته وعارفين قوته. ثبت مكانته هناك وأصبح يوسف بوغانم أيقونة للملاكمين اللي من المغرب يا جماعه، الشباب اللي راحوا طبعا وتعلموا هناك وراحوا هناك، وبصراحه اثبتوا وجودهم هناك واصبحوا هم كمان ماشيين على نفس الخطى طبعا. يعني يوسف بوغانم زي طبعا هشام بولاهيري، وزي طبعا اسماعيل مرزاق، وزي طبعا يعني في ملاكمين بصراحه انا مش متذكر اسمهم، بس في ملاكمين كتير جدا راحوا في تايلاند من الشباب وتعلموا زي يوسف بوغانم، وبصراحه هناك مكسرين الدنيا يا جماعه. زي بدر الدين عاطف ده اسطوره كبير جدا. لكن تعالوا بينا مع بعض بقى نخش نشوف الفيديو ونشوف يوسف بوغانم هيعمل ايه ضد الواد التايلاندي ده. يلا بينا. ادي الفيديو بتاعنا يا جماعه، وادي الاسطوره المغربي يوسف بوغانم قاهر التايلانديين. ولكن بارع معروف باعصابه الحديديه، معروف بقوته الصلبه، معروف طبعا بشراسته على الحلبه. الكل بيعمل له الف حساب وحساب، ودايما يخش بالتاج العربي اللي هو لابسه ده يا جماعه، الشال العربي طبعا الفلسطيني. وطبعا عشان هنا بيعرف العالم العربي كله طبعا ان هو ابن المغرب. وادي طبعا يا جماعه الواد التايلاندي. ودايما عيال الملاكمين في تايلاندا دايما بيلعبوا بطريقه طبعا يعني المكر، وبيلعبوا بطريقه كلها طبعا يعني غرور وكبرياء، فاكرين ان مفيش حد قدهم ومفيش حد يقدر يهزهم، على اساس طبعا هم اللي بيلعبوا الموتاي والكلام ده كله. طبعا هنا في بدايه المباراه الطقوس دي لازم تتعمل يا جماعه، الطقوس دي لازم تتعمل. المهم خلينا نشوف هنا الرواند الاول. الرواند الاول هنا طبعا الملاكم المغربي صاحب الشورت الاسود، والملاكم التايلاندي صاحب الشورت الابيض. وفي البدايه جس نبض، ده بيضرب ضربه وده بيضرب ضربه، ده بيضرب ضربه وده بيضرب ضربه. لكن خلي بالنا العبره بالخواتيم، ودايما العيال التايلانديين يحسسوكوا ان هم مش هيضربوا، وبيقوموا بيلعبوا لعبهم كله سرقه، بيخطفوا يا جماعه، بيخطفوا. لكن ياسين يوسف بوغانم، معلش طبعا انا بتلخبط ما بين اسم ياسين ويوسف لان الاثنين اخوات. يوسف بوغانم يا جماعه بصراحه هنا يعني فايق لهم، فايق كويس، فايق كويس. ادي شوف تعالى هنا، رايح فين هلا، رايح فين هلا، رايح فين هلا، رايح فين، تعالى لي تعالى لي. ادي يوسف بوغانم، ادي ضربه وادي الثانيه، ضربه تحت وضربه فوق. ادي لازم انت خايل نفسك يا يوسف بالشراشيب اللي انت حاططها في ايدك دي. مش لازم يعني تلبس الشراشيب دي، مخيلاك، عامله لك خيله، عامله لك خيله. اضرب اضرب اضرب. شوف يا جماعه قوته، شوف قوته وقوه ضرباته بقى، شوف قوه ضرباته بقى. ملاكم صلب وملاكم صلب يا جماعه، ملاكم بارع بصراحه، تحب تتفرج عليه. ادي زي ما احنا شايفين كده المباراه فيها نديه قويه جدا من يوسف بوغانم والواد التايلاندي. ضربوا ضربه كده بيضايقوا فيها، يوسف بوغانم بيضحك كده بيقول له جدع، بيقول له لا جدع، ضربتك اثرت فيا، ضربتك سمعت فيا. خلي بالنا نشوف يوسف بوغانم هيعمل ايه، هيعمل ايه يوسف بوغانم. ضربه هاي كيك، ضربه هاي كيك طبعا. هنا نشوف ادي ضربه ثانيه، ضربه ثانيه، ضربه ثالثه، ضربه ثالثه، ضربه ثالثه. خلي بالك ضربات يوسف بوغانم قويه. يوسف بوغانم يا جماعه اللي ما يعرفش عنه، لما بيجي يتمرن تمرينات بيروح يتمرن على في الغابه، بيتمرن في الغابه، بيتمرن وهو بيكسر الاشجار يا جماعه، بيكسر الاشجار برجله وبايديه. وبصراحه بيتمرن تدريبات عنيفه جدا وقويه جدا عشان العظم يجمد وعشان الاعصاب تجمد. فلازم ان انت تتمرن في حاجه صلبه، حاجه صلبه يا جماعه. فتخيل بقى لما التمرينات دي كلها ويجي يلعب مع انسان عادي بقى هيعمل معاه ايه. خلي بالك والتايلانديين كمان بيتمرنوا تدريبات قويه، عشان كده ما يكسرش الحديد الا الحديد اللي زيه. فجالك يوسف بوغانم يا ابن تايلاند، سيبها يالا رجلي يالا، سيبها يالا رجلي يالا، خد يالا خد يالا. ادي هنا طبعا الواد يوسف بوغانم بيضرب، ويوسف بوغانم هو اللي وقع. مش قلت لكم عيال جامده، عيال جامده، عيال اعصابها حديديه برضو يا جماعه، عيال اعصابها حديديه. لكن يوسف انا بتلخبط كل شويه بقول ياسين،
يا ياسين انت لخبطتني يا عم ياسين. نخش بقى ادي ليوسف بوغانم يا جماعه زي ما احنا شايفين. خلي بالك الواد ده يا جماعه صلب، الواد التايلاندي ده صلب، عنده ثقه كبيره جدا. شوف هنا يوسف بوغانم بيحاول ان هو يهده باي طريقه بضربات تاثر فيه. لسه لحد الان الواد ما تاثرش، لسه لحد الان الواد ما تاثرش. العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم. ادي طبعا يوسف بوغانم، ادي يوسف بوغانم بيحاول يدور طبعا هنا بكل روح رياضيه. الواد التايلاندي بيقبل يوسف بوغانم زي ما احنا شايفين على راسه كده بكل روح رياضيه، وده اجمل حاجه زي ما احنا عارفين يا جماعه. ادي هنا بقى يا جماعه الضرب زي ما احنا شايفين كده، ونشوف هنا ادي طبعا زي ما احنا شايفين المباراه قويه ما بين الاثنين، وسجال طبعا في الضرب ما بين الاثنين من هنا ومن هنا، من هنا ومن هنا. خلي بالك ادي هنا بقى لما بيتعصب يوسف بوغانم يا جماعه بيشتاله وبيرميه بره، بيشتاله وبيرميه بره. ادي هنا يوسف بوغانم لما بيتعصب ما بيعرفش يا مرحمين زي ما احنا شايفين. ادي ضربه وادي الثانيه. هنا ابتدى يوسف بوغانم يتعصب يا جماعه. شوف طبعا التايلاندي هنا ابتدى ينهار واحده واحده، لان خلاص الجوله الاولى وخلصنا بقى من الحماس وخلصنا من الكلام ده كله. داخلين بقى هنا الضرب بقى في المليان، اتخلص عليا اخلص عليك. ادي هنا ضربات مستقيمه من يوسف بوغانم زي ما احنا شايفين، ضربات مستقيمه وضربه هاي كيك وضربات ثانيه متنوعه. والواد الثاني يعني باين على الصلابه والقوه. ادي هنا يوسف بوغانم بيضربه ضربتين كده وبيضحك في وشه كده بضحكه سخريه كده طبعا زي ما احنا شايفين. هيكمل يوسف بوغانم، هيكمل يوسف بوغانم. ادي ضربه وادي الثانيه، ادي ضربه وادي الثانيه. خلي بالك ادي ضربه وادي الثانيه. شوف يوسف بوغانم هيعمل ايه، شوف يوسف بوغانم هيعمل ايه. هنا ابتدى ينهار الملاكم التايلاندي يا جماعه، تحس ان الملاكم التايلاندي ابتدى ينهار. ادي يوسف بوغانم، ادي ضرب مستمر، ضرب مستمر. وهنا طبعا يعني بص الحكم هنا بيخش يفصل ما بينهم. طبعا العمليه والمباراه سخنت، المباراه ابتدت تسخن. ادي هاي كيك من يوسف بوغانم، بيرد الملاكم الثاني بضربات مستقيمه كده قويه في وش يوسف بوغانم. يوسف بوغانم هيرد ثاني، ادي ضربه ثانيه. هنا بياخدوا بيوقعوا بيشنكلوا زي ما احنا شايفين كده. لما بيتعصب يوسف بوغانم ما بيشوفش قدامه، ما بيشوفش قدامه يا جماعه زي ما احنا شايفين. خده وطلع بيه بره الحلبه. خلي بالك ادي الهاي كيك، ادي الهاي كيك، ادي طبعا الضربات المستقيمه. وهياخده ويرميه تاني بره الحلبه زي ما احنا شايفين كده. اتعصب يوسف بوغانم يا جماعه، هنا اتعصب يوسف بوغانم، مش هيسكت، مش هيسكت يوسف بوغانم غير ما يوقعه قاضيه، مش هيرتاح الا لما يقع قاضيه. ادي ضربه وادي الثانيه، ادي ضربه وادي الثانيه. خلي بالك وادي ضربه ثانيه. نشوف طبعا ضربات قويه وضربات عنيفه زي ما احنا شايفين، ضربات قويه وضربات عنيفه زي ما احنا شايفين يا جدعان. خلي بالك ادي يوسف بوغانم، ادي يوسف بوغانم. ادي ضرب هنا بقى. شوف هنا بقى يعني المباراه سجال ما بين الاثنين. لحد الان مش عارفين مين هيتفوق على مين، ومين هيقول كلمته، ومين هيكسب. هنا شوف الضرب من هنا ومن هنا عامل ازاي يا جماعه. لكن خلينا نتابع ونشوف ونخش نشوف الرواند الثالث. خلينا نشوف الرواند الثالث. يا ترى يوسف بوغانم هيخلص ويكسب بقى بضربه قاضيه في الرواند الثالث، ولا الملاكم التايلاندي له راي ثاني؟ خلينا نتابع ونشوف الرواند الثالث. ادي ضرب من هنا، وبيبادر بقى الملاكم التايلاندي بيسدد ضربات قويه في وش يوسف بوغانم، على يوسف بوغانم ان هو يصحصح شويه. بيقول له تعالى انا مش متاثر باي حاجه، مش متاثر باي حاجه. بيحاول ان هو ينوع في الضربات التايلاندي بضربات طبعا الضربات المستقيمه. شوف يا جماعه التايلاندي هنا بيضرب ومتحمس وبيفرض قوته وسيطرته على البطل المغربي. لكن البطل المغربي لحد الان قوه صلبه يا جماعه، لحد الان قوه صلبه زي ما احنا شايفين. ادي الضرب ادي الهاي كيك، وادي طبعا ضربه في المعده كده ما قدرش يستحملها يا جماعه. ضربه في المعده بصراحه ما قدرش يستحملها. قلت لكم هو بيلعب يوسف بوغانم بيتمرن على تكسير الاشجار
في الغابات يا جماعه. فلما الواد خد ضربه في معدته ما قدرش يستحملها، ضربه صعبه عملت له ارتجاع على طول، عملت له ارتجاع. شوف الضربه عامله ازاي يا جماعه. واحده تانية كمان ما قدرش يستحملها يا جماعه. شوف خد الضربه الواد اتلوى، وخد واحده تانية كمان ما بيستاهل. قلت لكم يوسف بوغانم له فيديوهات وهو بيكسر الاشجار برجليه، بيكسر الاشجار برجليه، دي اشجار يعني حاجه صلبه، فما بالك بالبني ادم يا جماعه، فما بالك بقى بالانسان. ادي هنا فوز يوسف بوغانم طبعا بالضربه القاضيه، ما ارتاحش غير ما وقعه بالضربه القاضيه. استحمل ضربات قويه، استحمل لكمات قويه، لكن في النهايه فاز طبعا بالضربه القاضيه يا جماعه، فاز بالضربه القاضيه زي ما احنا شفنا كده يوسف بوغانم. مباراه قويه، مباراه جميله جدا. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.